بتبدأ الحكاية وبنشوف هيكل عظمي بيكون ماشي في الطريق، ولكن فجأة بنلاحظ 4 رجالة بيكونوا من عصابة سكين، وبيكون ظاهر إعلان إنهم يقتلوه، فبيهجموا عليه وبيخلص عليهم بكل سهولة، وبيقول إن بعد دلوقتي الأمور هتبقى أسهل، وحرفيا بيعمل مجزرة في كل اللاعبين. وبنرجع فلاش باك لورا علشان نعرف إيه هي قصته. في غابة العمالقة بيكون وحش كبير وبيكلم الشخص ده وبيقوله: أيها الوغد الحقير، أترجو أن تقاتل بها الآن وإلى الأبد؟ فبيقوله الشخص التاني واللي بنعرف إن هو زعيم الطريق: تعال لي هنا وخلينا نشوف مين الخايف. وبيقول إن انخفضت إحصائياته بشكل كبير وإنه هيخاطر بكل حاجة في مواجهة واحدة وأخيرة. الآن فليبدأ القتال. ملك الطريق ضد زعيم النخبة، وبيهجم زعيم النخبة على ملك الطريق، وبيقول ملك الطريق إنه بيهجم عليه بحركة ملك النخبة للزعيم، وفعلا بيضرب الحركة واللي بتكون قوية جدا، ولكن ملك الطريق بيقدر يتفاداها. وبتجيله ملحوظة في لوحة البيانات وبتقول إن تم تخفيض السرعة بنسبة 30% لمدة 5 ثواني، وبيستخدم مهارة السيوف المتقاطعة واللي بيقدر يأذي بيها. وبيقول انه هيقفز لتجنب الهجوم في اقل من 5 ثواني قبل انه يوصل للزعيم، ومن ثم استخدام الضباب للاقتراب، وانه يستفيد من تواجده القريب لتوجيه ضربة متقاطعة رائعة. انا حقا فريد من نوعي. فبتجيله لوحة البيانات واللي بتقوله: تهانينا، تمكنت بنجاح من هزيمة الزعيم النخبة من غزو الذراع الواحد، واللي بنعرف معلومات سيفه، واللي بيكسب سيف الزعيم، واللي بتكون متانته 100%، الهجوم 84 والانتقام 12، سرعة الهجوم 10، وبيكون فرحان بالسيف. فبيقول ان هو ده اللي بيتمتع بيه بسمة عالية المستوى بتقلل بمستوى الارتداد بمقدار 0، وتمكنه من الحصول على هذا النوع من الأسلحة في يوم الأول. هو حظي، أنا حظي كويس جدا، واللي بالسلاح ده بالتأكيد هتمكن منه الصمود بتصنيف المستوى وتصنيف قوة القتال. وبتظهر له بنت واللي بتقول له: مبروك سيدي، لقد حصلت على نقطة معدات قوية. فبيقول لها: هو في أي أخبار؟ فبتقول له: أيوة في أخبار، بدأت الفعالية محدودة الوقت، هل يرغب السيد في المشاركة في هذه الفعالية؟ وبنشوف الفعالية وبتقول له لوحة البيانات إن بدأت فعالية محدودة الوقت المتجول، وسوف نطلق أحد الزعماء إذا أنه سيكون متاحا لفترة محدودة في غابة العمالقة المتجول في ضوء القمر الدموي. الذين سيهزمونه سيحصلون على معدات نادرة وكمية هائلة من الخبرة. أيها اللاعبون، يوجد مضي قدما في القتل، الوقت المتبقي 30 دقيقة. فبيضحك صيد الطريق بكل خبث وبيقول إن هيكون زعيم المحدود الوقت، وبيقول إن زعيم محدود الوقت صعب شوية وإنها فرصة جيدة لاختبار سيف الجديد. وفي الخريطة بيشوف مكانه وبتقول له مساعدته إنها لحظة إن العديد من اللاعبين يتجهون نحو الزعيم، وإن إحنا بحاجة لزيادة سرعتنا حتى لا يتمكن اللاعبون الآخرون من التفوق علينا. وبيقول لها إنه عايز يعمل كده، ولكن كل اللي أنا شايفه هو إني لو جنبت الأشجار سأشعر بالضرار. وبيشوف نوب بنفسجي وبيكون مستغرب، وبيقول له هو مستغرب تجهيز بنفسجي إنه لا يصلح لاستخدامه من قبل المحاربين، وإنه لازم يكون بقيمة عالية لما يبيعه بعض الآلاف من الدولارات، وإنه هيروح بسرعة علشان محدش يوصل قبله. وفعلا بيوصل للمكان وبيقول إن في كتير من المعدات، وبيكون فرحان وبيقول إن لا الكنز، ولكن لو لاحظتوا بيكون في هيكل عظمي وراه، وبيكون فرحان جدا لدرجة لا توصف. ولكن فجأة الهيكل العظمي بيظهر وراه واللي بيقدر يقتله بضربة واحدة، وبيكون البطل مصدوم وهو بيقول: هو ايه اللي بيحصل؟ انا اتقتلت، مستحيل، معداتي. وبيحط السيف في الارض برضه، وبيكون ماشي الهيكل العظمي. وبتقول لوحة البيانات ان الزعيم محدود الوقت المتجول في ضوء القمر الدموي و418 قدر يقتلهم، وعند كل اللاعبين بيكونوا رايحين للزعيم بكل سرعتهم. وبتظهر لهم لوحة البيانات وبتقول ان فاضل دقيقة واحدة وتنتهي الفعالية، واخيرا بيوصلوا له والهيكل العظمي بيبدأ، وبيبص لهم بنظرة مرعبة وبيبدأ يقتل فيهم بكل سهولة. اما عند الراجل آلي بيقول ان الزعيم ده ليه وبيضربه، ولكن ولا بيحصل له حاجة وبيقتله برضه، وبيظهر ان قتل 422 لاعب. وعند البنت دي بتقول: يبدو ان هذا الزعيم قوي جدا، لماذا لا نحيط به ونهاجم معا؟ جميعا اهجموا ايها الرماة، قوموا بالهجوم عليه من بعيد وقيدوا حركة الزعيم. الدروع البشرية والمحاربين اجذبوا الاهتمام وتنوبوا لتحمل الضرر. اعدادنا كبيرة، هنخليه يستنزف. جميعكم عندما ينتهي الزعيم اذهبوا واستلموا المعدات الذي يسقطها الأولوية لأولئك الذين يصلون أولا. وعند الهيكل العظمي بيكون بيهجم عليهم وشغال يقتل فيهم بكل سهولة، وبيقول بنظرة مرعبة: ذروة اصطياد الأعداء.
وعند المحاربين بيكون مصدومين منه وبيقولوا ما هذا؟ أليس هذا مجرد زعيم يعتمد على الدفع للفوز؟ ألست أنت الشخص الذي كان يتحدث عنه للتو؟ روح كده وقتله. فالتاني بيرد وبيقول له هو خايف. انا كنت بمشي هنا علشان اشوف المناظر الطبيعيه مش اكتر ولا اقل، انا ماليش علاقه بالموضوع. والتاني بيقول يجب ان نهرب بسرعه علشان لو قتلنا سنسقط ايضا معدات وخبره. اما عند الهيكل العظمي شغال يقتل فيهم والعدد بيزداد ل 444، وفجاه بنسمع صوت غريب وهو بيقول عدد القتلى قليل جدا، وبتظهر له ريحة البيانات وبتقول له فعالية محدودة الوقت المتجول في ضوء القمر الدموي في طليعتها. أما عند البنت بتقول له سيدي لا تستسلم، هناك كمية هائلة من الخبرة والمعدات النادرة في انتظارنا. وبنرجع شوية لورا علشان نعرف ايه اللي حصل قبل ما يتحول البطل لهيكل عظمي. البطل كان واقف قدام مديره والمدير بيقول له لولي لقد خذلتني تماما، بمؤهلاتك هذه كنت لتصير شريكا لدايستني هذه السنة وكان مستقبلك ليكون أكثر إشراقا، لكنك اخترت التحقيق في تلك القضية المتعلقة بالأشخاص المفقودين مما تسبب في الأضرار بمصالح وسمعة الشركة، وبناء على تصويت المجلس أنت مطرود. عندك أي كلام عايز تقوله قبل ما تمشي؟ فبيقول له لأ. وبنعرف ايه معلومات البطل. الاسم ليلو، العمر 26 سنة، الطول 183 سنتي، وانه كان بيشتغل سابقا في منصب مدير تطوير الالعاب في شركة دايستني، وهو محلل بيانات على مستوى رفيع حاصل على درجة الماجستير من علوم الحساب. فبيقول له هو ده كل اللي عندي وانا دلوقتي هكون باجراءات الاستقالة. والمدير بيكون زعلان وهو بيقول يا للاسف شخص ذا موهبة بارزة حقا. السيدة الأمينة وانغ أرجوك حاولي إيجاد بديل للو، ولو ما لقيتيش مكان غيره حاولي إضافة 20 مليون إضافية إلى حزمة تعويضية. وبروح للو واللي بيكون زعلان علشان أخوهم الكبير مختفي وبيقول أيها الأخ الكبير، إحنا أخيرا نمتلك تقديما في قضية اختفائك، وإنه هيلاقيه في يوم من الأيام، وإنه هيلاقيه أكيد. وبعد كده بيروح للبيت وبيشوف صاحبه وصاحبه بيسلم عليه وبيقول له ان في مؤشر عن اختفاء الاخ الكبير. فبيقول له صاحبه مؤشر على الاخ الكبير؟ لقد اعددت كل المعدات كما طلبت ايها الاخ الثاني. هذه الليله في منتصف الليل هو وقت الاطلاق الرسمي للعبه فانتازي لشركه داستني. فبيقول له حسنا، يجب ان يكون اختفاء الاخ الكبير مرتبطا بهذه اللعبه لنبدأ العمل. وفعلا بيبدأ يلبس الخوذة بتاعة اللعبة وبتظهر له ريحة البيانات واللي بتقول تأكيد معلومات الهوية، تم تأكيد الهوية، هل تؤكد الدخول للعبة؟ تأكيد أو إلغاء. فبيدوس تأكيد وبتقول له مرحبا بك في عالم فانتازي مون عزيزي اللاعب، أنا مساعدة اللعبة لفانتازي مون، يمكنك أن تطلق علي سي. وبتقول له ريحة البيانات اللعبة على وشك البدء، أتمنى لك رحلة سعيدة في هذا العالم الواقع الافتراضي. جاري تحميل البيانات، الخلايا العصبية متصلة، النظام الحسي متصل، تصحيح الرؤية، قيد التقدم، جاري الاتصال بيانات الإضاءة لتقديم البيئة السمعية والبصرية، اكتمال تحميل بيانات. ابدأ الآن في إنشاء شخصيتك. وبنشوف شخصية لو وإنه بقى في قرية، وبتقول له ريحة البيانات إنه دلوقتي دخل قرية المبتدئين. وبيقول لين إن تحسين الاتصال العصبي جيد والإحساس باللعبة ودرجة الحرارة والرطوبة واقعية أيضا. فبيناديه صاحبه وبيقول له إن دي صديقته الجديدة وإنهم هيتشاركوا في الفريق وهيعملوا المهمات مع بعض. فبيقول له إنه ينتقل هو الأول. فبيستغرب صاحبه فبيقول له إن إحنا عندنا مسارات مختلفة وإنه عنده مهمات أخرى لازم إنه يعملها، علشان كده يرتقي بمستواه بسرعة. وفعلا بيمشي وبيسيبه. وبتقول له مساعدته يا معلم أنا هنا. فبيقول لها افتحي نافذة رمز الاسترداد الخاص. وبتقول له لوحة البيانات إن تم فتح نافذة رمز الاسترداد الخاص بالفعل لك. وبتقول له برجاء ادخال رمز الاسترداد الخاص بك، كلمة السر الخاص بك. فبيقول لها الكلمات وفعلا بتفتح. وبتقول له ان كلمة السر صحيحة وان عنده 3 رسائل بريد الكتروني غير مقروءة يوجد تحقق منها. فبتقول له مساعدته سيدي ما هذه العناصر الثلاثة؟ لا أستطيع التعرف عليها مطلقا. فبيقول لها إنها أدوات الغش التي أقوم بإنشائها. فبتنصدم وبتقول له أدوات الغش؟ سيدي يوجد توقف عن استخدامها وإلا قد يتم حظر حسابك بشكل دائم. فبيقول لها إن الأشياء المخفية في الرمز الأساسي للعبة لا يمكن للنظام اكتشافها، وحتى إذا كان شخص ما بالبحث يدويا فيستغرق الأمر على الأقل 6 أشهر. علشان كده فإن الحظر من 7 المستحيلات.
وبيظهر له العنصر الأول واللي بيبقى اسمه شوار العلم الشامل. المتطلبات المستوى العاشر: المتانة 0، القوة البدنية 5، المقاومة 5، وهي خاصية يتغير مستوى المعدات مع مستوى الشخصية كل فترة من الفترات، ووجوده في المعدات تترقى إلى المستوى 15 وحدة، وإنها بتعزز السمات في كل مرة يتم فيها ترقية جودة المعدات، وإن يمكنك الحصول عليها عشوائيا على مهارة متخصصة للمهنة. فبيقول له للمساعدة: يا سي ساعديني في إخفاء المعدات. فبتقول للمساعدة إن الصور ده جامد جدا وأنت ليه عايز تخفيه؟ فبيقول له إنه ملفت للنظر وإنه بيفضل الحفاظ على مظهره المتواضع. التالي: العنصر زد مخطوطة الإنجازات العشوائية، وإن كل 10 سنين تولد إنجازات عشوائية استنادا إلى أحداث الشخصية، وإن إكمالها ينتج عنه مكافآت عشوائية. واللي بيظهر كتاب لجوكر وبيقول له إنه بيعتقد إنه دخل في الأمر للحصول على عنصر قوي فقط، بينما البقية تم إنشائهم بشكل عشوائي بواسطة الذكاء الاصطناعي. فبيقول له إنه يبدو كأنه عنصر مثير للاهتمام، ألا تعتقدين ذلك؟ وبيظهر العنصر الثالث: العنصر الحاسم. فبيقول له: قضيت 2 سنين في شركة ديستني فقط للحصول على هذا. وبيبدأ يفتحها وهو بيقول إن يبدو كده إن الشيء ده هو سبب اختفاء الأخ الكبير، وإن حدث شيء في المستقبل فإن الأدلة ستنتهي هنا، وإن المفروض إنه ما يسمحش في مواجهة أي خطر مرة أخرى. وبيفتح الرسالة واللي بتكون دعوة لفيلم عذاب أشوار، طريقة أشوار التي لا تلزم بالسماء والأرض وجميع الأشياء، بل تتتبع قلبي الخاص. اسعى فقط للوصول إلى ذاتي الحقيقية. أولئك الذين يعوقلون ذاتي الحقيقة ليس لهم مكان، أما الذين يتحدثون ذاتي الحقيقية فلتهلكهم. إزال كل العوائي حتى تأتي جميع الأشياء. وبتظهر له ريحة البيانات وهي بتقول له: هل ترغب في تغيير مهنتك إلى أشوار؟ يرجى ملاحظة أنه سيتم تنشيط خط قصة جديدة بعد التخصص، إلغاء أو تأكيد. فبيقول تأكيد، وبيحس بضربات قلبه وهي عمالة تنبض، وبيمسك في قلبه وبيكون عمال يتألم، وهو بيقول إن قلبه بيؤلمه جدا، وفجأة بينتقل لحتة تانية وبيكون قدامه 4 هياكل عظمية، والأربعة بيطعنوه بسرعة، وهو بيقول: هو أنا اللي معرفش بإيه اللي هيحصل؟ لست على علم بهذا الخط السري المصمم، هذا الألم إنه واقعي بشكل لا يصدق. وبيظهر له رسائل من النظام وإن تم اكتشاف إنه شخصيته ماتت، وإن رسالة خطأ لا يمكن مهاجمة الشخصيات في هذه المنطقة، ورسائل كتيرة زيها زي إن في خطأ في النظام، وإن تم إعادة التشغيل، فشل إعادة التشغيل، خطأ في النظام، وحرفيا بيقع وبيقول: هو أنا مين؟ إنه مظلم جدا، لا يمكنني رؤية شيء، أنا بأمل إن اللعبة ما تتجمدش، النظام أطفي اللعبة. وهنا كانت الصدمة لما اللعبة بتقول له رمز الخطأ: لا يتم الكشف عن مصدر بيانات الكود الخاص بك، أنت غير قادر على الخروج من اللعبة. فبينصدم وهو بيقول: لا يمكن الخروج، يفترض أن ينفذ أمر الخروج. بصدمة: كيف يكون من الممكن؟ أنا لا أستطيع الخروج. النظام: قم بتصحيح رمز الخطأ. النظام: أجبني. ومرة واحدة بنشوف إيه بتطلع من الأرض وبيظهر إنه تحول لهيكل عظمي، وبيقول له: هل تم استعادة النظام؟ وبتظهر معلوماته وإنه محارب الجسد المكسور المستوى الأول، الفئة غير متخصص، والسمات هي القوة 20 والرشاقة 17، الذكاء 30، القوة البدنية 19. وبينصدم وهو بيقول: أنا تحولت لهيكل عظمي، ألا ينبغي أن أكون أشوار؟ ما هذا المكان؟ مرة أخرى وبيشوف واحد قدامه وبيقول له: استيقظ يا خادمي، يبدو أن الاستدعاء نجح. وبيطلع عنه زعيم النخبة راين مستدعي الأموات مستوى 30، المهارات قفل النار الجحيمي، الدخان الناكوتي، استدعاء الأموات. فبيقول له: هل هذه شخصية غير لاعبة؟ لنحاول التحدث معه. مرحبا، هل لي أن أسألك ما اسم هذا المكان؟ وبينصدم الزعيم وهو بيقول: مستحيل، هو بيقدر يتحدث بعد كل ده؟ هل يمكن أن يكون قد تم استدعاء حارس عظمي نادر الجودة؟ إن لم يستجب لي قد تكون شخصية غير لاعبة من المستوى المبتدئ. لنحاول أن نسأل شخص آخر. هو اللي بيمشي بعيد، يبدو أنه ليس مطيعا. هو ده المتوقع، لا ينبغي أن يتم تحويل أميرات، يظن أنه لا زال بشريا، وبيهجم عليه بالسلاسل وبيقيده. وعندله بيقول له: ماذا تفعل؟ فبيقول له الزعيم: ماذا أفعل؟ بالطبع أعلمك كيف تصبح كلبا مطيعا. فبيقول له: هل هذا حقا زعيم مختار المبتدئين؟ استمع، أنا مستوى فقط، ليس لدي أي مهارة. فبيقول له: مين اللي صمم السيناريو ده؟ انفجار. ولو بيترمي بعيد وبيتفك السلاسل وبيقول: هو إيه اللي حصل؟ ما هذا؟ وبيشوف وحش كبير، واللي بنعرف إنه العظيم هارو، وإن قوته غير محدودة وقوي جدا. وبينصدم له وهو بيقول: هو أنا دخلت الخريطة الغلط؟ كيف يفترض بي أن ألعب هذا؟ وبتظهر له مساعدته وبتقول له: سيدي أنا هنا، مظهر الجديد يبدو جيدا، أليس كذلك؟
فبيسألها له وهو بيقول لها هو أنا فين دلوقتي؟ فبتقول له سيدي المنطقة اللي انت فيها تعرف بمملكة الظلام الخالصة، إنها ولادة جميع زعماء اللعبة المتقدمين في لعبة فانتازي مون، إنها المنطقة الأكثر خطورة مع أعلى مستوى خطر. فبيقول له إذا كيف يجب أن أتقدم في هذه اللعبة؟ أليس هناك مكان لإنجاز المهام؟ فبتقول له اصبر شوية أنا ببحث دلوقتي. فبتقول له البحث نجح، هناك نقطة مهمة على بعد 100 كيلومتر، سيدي اتبعني. وهو ماشي بيشوف التنانين من فوق، فبيقول لها أعني ألا يمكنني اتخاذ طريق مختصر؟ فبتقول له سيدي هذه هي الطريقة المختصرة، إذا قمنا بالتحايل ستضاف لنا 400 كيلومتر أخرى، أتعلم ذلك؟ وبعدها بنشوفه وهو بيكون قاعد على خشبة وهو في المية، والوحش بيجي وراهم واللي بتكون سمكة عملاقة وهي برضه زعيمة. فبيقول لها له يا سي أي نوع من هذه الطرقات علينا أن نمر به؟ فبتقول له سيدي استمر في السير، هو أنت عايز إن أنا أعزف لك بعض الموسيقى ذات النشاط العالي؟ فبيقول لها مفيش حاجة لكده. فبتقول له إنه وصلته رسالة من صاحبه، والرسالة دي بيكون من الأخ الثاني، وإنه قضى وقت في صيد 20 خنزير بري كجزء من المهمة الرئيسية، وإنها متعبة ولكن بلغ المستوى الخامس وحصل حتى على قطعة عتاد خضراء. فبيقول له إن كويس كده. فبيقول له صاحبه وإنت يا أخي إيه هو مستواك؟ هل تقوم بصيد الوحوش في سرية لتجربة عالية والحصول على معدات جيدة؟ فبيقول له إنه لسه في المستوى الأول. فبينصدم صاحبه وهو بيقول له حقا لا يبدو لي كذلك أيها الأخ، لازم تصيد الوحوش في مراحل مبكرة ولكن استمر قليلا تماما كما تعتاد أن تقول. فبيقول له إنه دلوقتي مشغول وإنه هيكلمه بعد شوية، وبيكون بيجري والوحش عمال يجري وراه، وبتقول له مساعدته إنه يمشي بسرعة علشان ما يتم شكلهم. فبيقول لها إنه عارف كده، وأخيرا بيوصلوا وبيقول له إن في ناس كتيرة جدا وإن هو المفروض إنه ينتظر في طابور طويل مثل هذا للدخول. فبتقول له مساعدته إن الوقت المتوقع للانتظار هو 2 ساعات. فبيقول لها بص كده هناك مدخل ليس به الكثير من الناس. فبتقول له مساعدته إن مش هو ده الطريق اللي مخطط ليه، فمش بيهتم ليها وبيروح وهو بيقول لها مش مهم طالما احنا نقدر ندخل فالطريق المخطط ليه، لأن الطريق المخطط ليه صارم جدا. فبتقول له ولكن، فبيقول لها حسنا وإنها تقدر تمشي دلوقتي. فبتقول له حاضر، وبيوصل قدام حارسين وبيسألوه هو انت ايه اللي بتعمله هنا؟ فبيقول لهم ايها الحراس لدي مسألة عاجلة، هل يمكنكم ان تقبض العين من اجلي؟ فبيضحكوا هما بيقولوا له بالتأكيد الجميع لديهم امور عاجلة احيانا، ادخل بسرعة. فبيقول له انها اسهل بكثير مما اعتقدت وبيشكرهم. فبيقولوا له انه مفيش شكر على واجب، والتاني بيقول له انه يدخل بسرعة، وبيضحكوا هما الاتنين، والتاني بيقول لصاحبه انه ممتع جدا لدرجة انهم يشكرهم. فبيقول له التاني وهو بيضحك عندما يبدأ ذلك دعنا ندخل ونرى كيف تموت تلك الفلافل بشكل مؤلم. وعند لوحة البيانات بتظهر له بتقول له تم اغلاق فترة التسجيل لفعالية برج فينغون، وعند لو بيكون ماشي وبتظهر علامة خطر من فوقيه وبيكون لسه في المستوى الأول، وده معناه انه ضعيف جدا. وبعد كده بتشوف لو وهو بيكون ماشي في المكان وبيقول اخيرا انا وصلت، خلينا نبص نظرة على معلوماتنا الأساسية، وبيشوف معلوماته واللي بتكون انه بقى هيكل عظمي، المستوى الأول المهنة لا شيء، الصفات القوة 20 والحكمة 30، الرشاقة 17، البنية الجسدية 19، المقاومة 5. والجمهور بيكون عمال يتريق عليه وبيقول المتنافس ده من المستوى الأول، وناس تانية بتقول من أين جاء هذا الأحمق، وناس تانية هل هذه مزحة يجب أن يكون لتأثير العرض، وبيكون كلهم عمالين يتريقوا عليه. وبيقول واحد من الوحوش يمكنني أن أطيرك بعيدا فقط. فبيقول الحكم إنه ربما نشوف في المنافس الضعيف أن يجلب لنا المزيد من التطورات الشيقة. حسنا اهدأوا جميعا، أعتقد أن الجميع متشوق لهذا، والآن سيبدأ الإعلان عن معركة الغيم العاصفة، وبيكون كله متشوق علشان يشوفوا المباريات. وبيقول الحكم التعليق والإدارة هذا الحدث لا يزال يتم بواسطة الثنائي الأكثر شهرة والمفضل لديكم أنا الأغنى بالسريع اللسان. حسنا على الرغم من أن الجميع سمعها مرارا وتكرارا وفقا للتقاليد، سأعلن عن القواعد. قواعد الغيم العاصفة: سيتم إجراء المباريات بتنسيق المعارك الفردية اليومية، وسيكون آخر من يبقى هو الفائز. لضمان العدالة سيتم ضبط مستويات جميع المشاركين إلى مستوى المتسابق ذو المستوى الأدنى
اللي ما بيقلش على المستوى 10، ويمكن استخدام المهارات فقط ضمن المستوى المظبوط، ويتم توفير المعدات من قبل الغيم العاصفة باستثناء ان الخصم يستسلم. الشرط الوحيد لفوز المشارك هو قتل خصمه. وبخصوص الجوائز، سيحصل الفائز بسطور كلاود على 5000 نقطة خبرة واعتاد ملحمي يتناسب مع مستواه. الآن دعونا نسبق مستويات جميع المتسابقين، سيكون هذا أضعف حدث في تاريخ سورد كلاون، وكل الوحوش كانت شغالة بتتنمر على لو وهما بيستهزئوا بيه، وعند لو بيكون خايف وهو بيقول أنا كنت المفروض أسمع لسي والتردد في الانضمام إلى الطابور، أكيد أنا دخلت الباب الخطأ. وبتظهر له سلم النظام وبتحييه إنه وصل للمستوى 10 مؤقتا، وإنه يقدر دلوقتي يختار فئته الابتدائية، وبيشوف كل المهارات الموجودة، وبيكون مهارات كتيرة زي الرمي والمختال وكمان المحارب بالسيف. وبيقول إن هناك الكثير من الفئات، ماذا يجب علي أن أختار؟ وعندما كنت ألعب الألعاب مع أخي الكبير كان يقولون دائما أنني مناسب للعب دور الاغتيال، وبيختار الاغتيال تهنينا على تقية تكلفة المختال. المستوى 10 الفئة المختال. وعند الحكم بيقول ألا تزالون تتعثرون في التأقلم مع المستويات المضبوطة؟ الوقت لا ينتظر أحد. وبيقول إن دلوقتي حان الوقت لتوزيع المعدات على الجميع. وعند لو بيقول أخي الأكبر، أخيرا تم العثور على مؤشر عن مكان وجودك، وإن أكيد الست دي عارفة بمكانك. وبيكون بيبص على الست، أما الست بتكون متعصبة منه، وهي طبعا بتكون زعيمة، وهي بتقول كيف يجرؤ على التحديق بي؟ أيجب أن أسحقه حتى الموت؟ نسيت الأمر شوان خاي ولا أعرف كيف يتلاعب بالوضع. وعند لو بتظهر له لوحة بيانات وبتقول له نتلقى معدات مؤقتة سكين حاد، وبيقول له ليس سيئا، أنا أجرب اللعب بهذه الطريقة، إن لم أستطع الفوز يمكن الاستسلام مباشرة، أليس كذلك؟ لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة. وعند الحكم بيقول حسنا حسنا حسنا، لقد وصلنا إلى ذروة هذا الملعب العاصف، فلنرحب بحرارة بملعب الأحلام المدى الخاص هذه القمة. في هذه المنافسة قد يحظى الأداء الاستثنائي بفرصة الاستفادة من خبرات معلميها. الشخص المتواجد على اليسار هو اللورد شوانغ، الشخص الشهير في مدينة القمر الدموي. وبتظهر لوحة البيانات وهي بتقول شوانغ لورد قاعة القمر الشمالي في مدينة القمر الدموي، المسؤول عن الحرب الخارجية والتخطيط الاستراتيجي لمدينة القمر الدموي. والحكم بيكمل كلامه وهو بيقول نصف قوة مدينة القمر الدموي تنبع من قاعة القمر الشمالي للورد شوانغ، و70% من خبراء الجيل الشاب يلتقون تعليماتهم منه. إذا استطاع أحد لفت انتباهه للورد شوانغ هاي فإن ذلك سيمثل شرفا كبيرا بفرصة للتألق وخطوة نحو الوصول إلى أعلى المراتب في الحياة. وبيكون الجمهور متحمس وفرحانين جدا باللورد شوانغ وبيقولوا له إنهم معجبين. وبيكمل حاكم كلامه وهو بيقول وعلى يمين لدينا جمال مدينة القمر الدموي الأول السيدة ويو. وبتظهر لوحة البيانات وهي بتعرفنا هي دي مين. هي سيدة قاعة القمر الشرقي في مدينة القمر الدموي، ودورها هي إدارة توزيع الموارد. وبيقول الحكم السيدة ويو لديها جمال أخاذ وثروة هائلة في الوقت ذاته، وقوتها لا تقدر بثمن، ولكن لديها معايير صارمة جدا لاختيار التلاميذ. حتى الآن لم تقبل السيد ويو سوى تلميذ واحد، ولكن كما يقولون الأمر يتعلق بالجودة لا للكمية. وتلاميذ السيدة ويو لا يتجاوز هان يو شان العبقري الفائق الذي حقق 10 انتصارات متتالية في ساحة العاصفة، والجمهور كلهم بيكونوا متحمسين أكتر وكله عايز ينضم ليها. وبيقولوا هم الجمهور إنه سمع قبل كده إن في الشارع نظر شخصا ما إلى السيدة ويو ثم قتلوه بكل سهولة ودماء باردة، وحرفيا الخبر ده بينزل على لو كالصاعقة لأنه بيفتكر إن اللي عمل كده هو أخوه، وفجأة بيضرب نور في عينه وبيظهر الحكم الأرنب وبيقول له أخيرا وصلنا للمتسابق الأخير. وعند السيدة ويو بتقول هو أنا برضه مفروض إن أقتل اللورد شوانغ؟ وعند الأرنب بيصرخ بكل قوة وهو بيقول حسنا تقريبا تم الانتهاء من التعريف. من يا ترى سيحصل على المكافآت الوفيرة والفرصة الاستثنائية في النهاية؟ لنتمعن في هذا ولتوفير تجربة مشاهدة أفضل للجمهور سأقدم التعليق الفوري للجميع بلسان الأرنب السريع. أولا دعنا نلقي نظرة على المباريات الأولى. المنافس الأكثر توقعا في ساحة العاصفة والغيمة هو نحلة الدماء من قبيلة الأسد الدموي. ولدت قبيلة الأسد الدموي بمصير دموي، لذلك فإنها تتفوق بطبيعتها. ونحلة الدماء هو ممثل الجيل الجديد من قبيلة الأسد الدموي في المعركة، مخلبه لا يقهوها أحد وحد للغاية يمكن الاعتراف به على نطاق واسع بأنه اللاعب الاستثنائي في هذه المسابقة. وفي أثناء الوقت ده بيكون وحش بيهجم عليه فبيضربه بمخلبه وطبعا بيدمره وبيفوز. وبيقول الحكم القادم هو سيف الزومبي بايلي ضع السيوف الكثيرة، هو جمع أشياء حديثا في قاعة القمة الجنوبية. بايلي هو نائب زعيم
قطاع السيوف العظيم، وبشاع أنه شهير للغاية في قاعة القمة الجنوبية. سيف سريع ودقيق ولا يرحم، هو سقط تحته العديد من الخبراء. يبدو أنه يفوز بكل سهولة، وفعلا بيفوز عليه وبيروح للفائز الثالث، واللي بيكون الوحش اللي بيستخدم سيفين، واللي اسمه جي. يأتي جي من البراري البعيدة، إضافة إلى أنه حفر طريقه إلى مدينة القمر والدمر بنفسه. يجب ألا يستهين بقوته. والفائز الرابع هو مستحيل، إنه المتسابق الذي لا يستحق الاهتمام. هل شاهد أحد ما حدث؟ كيف تمكن من القيام بذلك؟ هذا حقا مثير للاهتمام. دعنا نبدأ بسرعة الجولة الثانية، الدور الرابع النهائي من ساحة ستورم كلاود، وبنشوف مين الفايز ومين الخاسر، وبيكون 4 فايزين واللي قلناهم من شوية. والمباراة الجاية هتكون باللو وجيه والأسد والوحش التاني، واللي هيفوز هيقتل التاني. يعني دلوقتي فاضل مباراتين، واللي بعد كده هيفوز هيبقى هو الزعيم. وبتوصل رسالة للو من لوحة البيانات، وبتقول له انتهت عملية الاختيار العشوائي. المباراة الأولى على وشك البدء، واللي بيكون قتال باللو، واللي هو المتنافس الذي لا يستحق الاهتمام، والوحش الذي يستخدم سيفين جيه. فبيقول له جيه استسلم، انا ما بحبش ان اقتل الضعفاء زيك، انت مش تستحق انك تتقتل بسيفي. اما عند لو بيكون مش مهتم بكلامه، وواقف ومستعد للقتال بكل قوة. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على النبي محمد، ويلا سلام.